السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا مع بعض النهاردة هنعمل أكلة جميلة وموفرة ولذيذة تكفي من 4 ل5 أفراد. من ربع كيلو لحمة هنعمل أحلى أكلة. معايا حلة على النار، نزلت بأي مادة دهنية أنت عايزاها، سمنة أو زيت. نزلت بحوالي كيلو إلا ربع مكرونة، حمرتها كويس، فضلت أقلب فيها كده لغاية ما خدت اللون الذهبي الجميل دون. هنزل عليها بمعلقة توم مفروم، هشوحها شوية عشان التوم ريحته يطلع بس كده. هكون مجهزة معايا حوالي نص كيلو طماطم معصورة. بعد ما الطماطم تتشوح كده وريحتها تطلع، انزلي بقرن فلفل سبايسي. مش عايزة فلفل حامي حطي فلفل ألوان أو فلفل أخضر عادي بارد. هتقلبي فيها شوية كده هي والثوم، وهتنزلي بقى بإيه، بكمية الطماطم اللي احنا عاملينها. عندك صلصة جاهزة حطي، مفيش مشكلة. هتحطي برضه حوالي معلقتين صلصة كبار. هخليها بقى تتشرب مع بعضها كده حلو. مش هنزل بالشوربه خالص او بالميه، يعني لو عندك شوربه حطي، لو عندك ميه هتحطي، وحطي مرقه ايه ماجي معاها بتخليها حلوه قوي. مش هنزل بيها غير لما تتشرب من الطماطم خالص. هحط التوابل هنا بتاعتي بقى، شويه كمون، شويه فلفل اسمر، وشويه ملح، شويه كزبره ناشفه. التوابل اللي انت عايزه تحطيها حطيها. هنا اتشربت معايا كويس من الطماطم. هنزل بقى بالشوربه بتاعتي، هكون غلياها عشان تسهل معايا في السوا على طول. ما تكتريش الشوربه قوي عشان ما تعجنش منك، ولو احتاجت بعد كده شويه شوربه صغيرين حط لها. ظبطت الملح معايا بس كده. اول ما هتغلي شويه هوطي عليها النار. انا كنت عامله جنبها هنا كفته، كنت انا منزله طريقه الكفته قبل كده. ربع كيلو لحمه مفرومه، حطيت عليهم بطاطسايه متوسطه مبشوره، وبصلايه برضو مش كبيره، متوسطه مبشوره، او عاملاهم في الكبه مفيش مشكله. وحطيت نص قرن فلفل سبايسي، ده اختياري. وحاطه كمان نص كيس بيكنج باودر، وحاطه معلقتين نشا وبياض بيضه. وحطي بقى التوابل اللي انت عايزاها بس كده. بتبقى ما فيهاش ميه، لان انا عصره البصله كويس، والنشا بتخليها تشرب اي سوائل فيها. وصبعتها زي ما انت شايفه كده، خلي فيها فجوه من النص عشان تستوي وتاخد راحتها كده تبقى جميله. عايزه تسويها بقى على النار من فوق مفيش مشكله، عايزه تحطيها في الفرن حطيها، تطلع جميله جدا. وحطي في قلب اللحمه المفرومه لو عندك حته دهنه او حته ليا فروميها كمان وحطيها، بتبقى جميله جدا. انا ميه البصل هنا كنت هتحط عليها معلقه زيت، وحط عليها شويه صلصه صغيرين، وبصبع بيها الكفته. وفي الاخر انا بحب احط ميه البصل دي على الكفته، ما بتفكش خالص، وجربوها بتبقى طعمها لذيذ جدا. بحطها كده على وش الكفته، بتخليها حمرا وبتخليها جميله بس كده. احطها بقى على شبكه الفرن، هتستوي. هتولعي من فوق ومن تحت، لو عندك الشوايه من فوق شغاله مع الفرن شغليها، ما عندكيش بتشغلي من تحت الاول، وفي الاخر بتولعي الشوايه عشان تاخد لون. المكرونه هنا كانت اتعملت معايا مفلفله جدا وجميله، مفيش واحده لازقه في التانية، جميله جدا يا بنات جربوها. والثوم والطماطم بتدي لها طعم جميل جدا. كنت عامله جنبها سلطه خضراء. والبطاطس دي كنت منزله لكم الوصفه بتاعتها قبل كده. بطاطس صوابع عادي، بنزل عليها بنشا ودقيق، والتوابل بتاعتك بابريكا، توم باودر، التوابل اللي انت عايزه تحطيها تحطيها. وتنزل في زيت غزير بس مش مقدوح، تطلع معاكي مقرمشه وجميله جدا. الكفته طلعت معايا اللهم بارك جميله جدا ومتماسكه، وميه البصل ما فكتهاش ولا حاجه، بالعكس اديتها لون حلو قوي، بس هي الكاميرا ظلمها شويه. اتمنى انك تتابعيني وتفعلي معايا زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.